بعت لنا انه بيتعرض للابتزاز الالكتروني من ناس ما يعرفهمش، وكمان مش هو اللي في الصورة بس، هو اللي في الصورة. هفهمكم اكتر دلوقتي. في ادوات AI بتقدر تاخد اي صورة ليك وتحدد بيها مقاسات جسمك ووشك عشان تستخدمهم بطريقة غلط، وده اللي حصل بالظبط مع الشخص اللي بقولكم عليه. طب لو انت او انتي مكانه المفروض تعملوا ايه؟ هتدخل على الموقع ده وتحطوا الصورة الاصلية اللي اتعمل منها الصورة الفيك. الموقع ده هيعمل لها بصمة الكترونية ويبدأ يمسحها من كل المواقع اللي متعاونة مع الموقع نفسه، ولو ما اتمسحتش وده نسبته قليلة قوي تقدري تكلمي مباحث الانترنت وهم هيتعاونوا معاكم بسرعة وبسهولة وكمان سرية. سواء الصور دي كانت حقيقية او حتى مش حقيقية، اطمنوا حقكم هيرجع. عقوبة الابتزاز الالكتروني في مصر من 3 سنين لحد 7 سنين، فبلغوا وما تخافوش وما تردوش على اللي بيبتزوكم، واحتفظوا بالشات وبالصور عشان دي تعتبر أدلة هيستخدموها في المحضر. شارك الفيديو ده مع اي حد ممكن يتعرض لنفس الموقف.